السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. نستهل الحلقة بآية من كتاب الله عز وجل، مكملين في سورة النساء. معانا الآية النهارده 32. ربنا عز وجل بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. دي كانت آيات النهاردة. ندخل في حلقة النهاردة على طول. حد لو في حد بيسأل أو حد عايز يسأل، لو أنا عندي سن مسوسة يا دكتور والدكتور هيعمل عليها تركيبة، ينفع إن أنا أعمل عليها ولا لأ؟ أقول لك بتتحشي السن وبتتنضف عادي من التسوس، وبعد كده بتبدأ إن هي تتبرد طبيعي جدا عشان تتاخد كأباطمنت للبريدج أو التركيبة اللي إحنا هنعملها. إن إحنا قلنا دايما التركيبة بتبقى على ناحيتين، ناحية بتتعمل على سنتين، بتبقى سنة قبل وسنة بعد الفراغ، وبنحسب السن اللي في النص سواء المفقودين 2 أو 3 أو 4 أو 4 سنان أو 4 ضروس. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.